عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل معاكم احلى طبخه، هتبقى سريعه كده ان شاء الله. هنعمل طبخه في حله واحده، زي ما بقول هنعمل اكله في حله واحده، فان شاء الله مش هتاخد منك اي وقت عشان الناس الصايمه اللي ما بتقدرش تقف في المطبخ كتير. احنا دلوقتي معانا حله جبنا فيها 3 معالق زيت حلوين كده، ومعايا لحمه. لازم الحله تكون سخنه، طبعا الحله لازم يكون الزيت سخن عشان ما تنزلش الميه بتاعتها، عشان احنا عاوزين نديها اللون البني الحلو ده. ان شاء الله هتعملوا يعني احلى اكله باذن الله، مش هتاخد منك اي وقت. النار لازم تكون عاليه، ومعايا كده 3 بصلات حلوين. نحمر اللحمه بس كده لغايه يعني انت شايفه، تفضلي تقلبي فيها ما تسيبهاش عشان ما تتحرقش معاكي. تقلبي لغايه ما اللون يبقى بني، وبعد كده لما اللون هيبقى حلو كده هوريكي هنعمل ايه. انا كده دلوقتي خلاص اللحمه على لونها الجميل البني الحلو ده. معايا بصلتين حلوين او 3 بصلات، ما فيش مشكله، هنحطهم كده. تقلبي بقى كله ببعضه عشان البصل يبقى لونه بني لون اللحمه. وعندك بقى رز بسمتي بقى كله على بعضه ان شاء الله، بس اما نخلص بس هنوريكي. ومعايا برده جزره حلوه كبيره كده بشطها، وطماطمتين، كل ده هيتحط على بعضه بس مش دلوقتي. خليكي معانا للاخر وهتاخدي احلى اكله في حله واحده. احنا كده خلاص هنحط فلفل اسمر، وهنحط كركم وكاري، وهنحط زعفران. كل ده يتقلب في بعضه، هنفضل نقلبه. بعد كده هحط 9 بهارات، هنحط معلقه، وهنفضل نحط بقى ميه لغايه ما اللحمه تستوي معانا. خلاص الميه لازم تغلي، سيبها خالص براحتها لغايه ما تستوي، وبعد كده خليكي معانا وهنرجع نكمل معاك ان شاء الله. كده خلاص اللحمه استوت. ضفت الرز، غسلته غسله حلوه زي ما انتم شايفين اهو. لازم تسيبيه في الميه لمده ربع ساعه، تنقعيه في الميه ربع ساعه. هنشوفه بعد كده تحطه في المصفى. نحطه في المصفى. انا معايا جزرايه احطها على الوش بس، هنقلبها تقليبه حلوه كده. لسه بقى الملح كده. خلاص هنسيبها ونرجع لكم تاني ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، شوفوا ما خدتش مننا اي وقت. لما يكون جايلك بقى ضيف فجأة ومش عارفه انت هتعملي ايه، مش هتاخد منك اي وقت ساعتها كده على طول. يلا بسم الله ما شاء الله، هنجهز ونوريكم. كده خلصنا بسم الله ما شاء الله، ما خدش مننا اي وقت. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.